بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة ان شاء الله. اللهم بارك وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض يا جماعة فطير الافران باقل تكلفة وبطريقة هتعملي منها يعني كذا فطيرة اقتصادية وسهلة جدا. انا معايا هنا 4 كوبايات دقيق، ومعايا ميه فيها معلقه سكر وربع معلقه ملح. تمام. الكيلو الدقيق بياخد معايا من 2.5 كوبايات ل3 كوبايات. خلاص. انا معايا هنا 4 كوبايات دقيق، ال4 كوبايات دول يعني نص كيلو. هتحط كوبايه ونص كوبايه تخليها جنبك، ممكن تحتاج اكتر من كوبايه ونص حسب ما العجينه هتبقى في ايديكي. تمام. فالنهارده معايا 4 كوبايات دقيق، هعمل بينهم 8 فطاير، 8 فطيرات مشلتت من فطير الافران. تحفة يا جماعة، يعني مش قادرة أقول على فطير، حاجة كده تحس إنه زي البقلاوة، حاجة كده تحفة. إن شاء الله يعجبكم وبطريقة سهلة ومش مكلف. يعني لو جيت النهاردة تجيبي 8 الفطيرات دول هتشوفوها تجيبوهم بكام؟ التمانية. النهاردة هتجيبي نص كيلو دقيق ب22 جنيه ونص، وقولي 25 جنيه هيبقى سمنة وزبدة. لو مش هتعملي بزبدة هتبقى التكلفة أقل، بس أنا عاملة سمنة على زبدة. قولي 10 جنيه سمنة وال15 جنيه زبدة، لأن أنا عاملة كوباية سمنة على زبدة. خلاص. عاملة كوباية بس، خليط بين الاتنين. الزبدة حطها بدرجة حرارة المطبخ وحطيت عليها نص كوباية سمنة وعملتهم في بعض، وفاض مني اللي بقيتها للتوريق لسه. خلاص. هنشوف الوقت. أنا عجنتها عجين حلو حلو لحد ما بقت معايا ناعمة جدا. هرش هنا بقى معايا شوية دقيق كده. انا طبعا انا قعدت فردتها. بصوا الجو فظيع جدا جدا. اني والله يعني مش ما كنتش مصدقه انا بصور الفيديو ازاي هيخلص ولا مش هيخلص. مش حاسه بنفسي، لان انتوا عارفين انا عندي مشكله بس في ضيقه النفس. والمطبخ بقى مش قادره اقول لكم على الحر اللي في المطبخ، حاجه بشعه بشعه. الجو صعب جدا جدا. فانت معاكي هنا العجينه هتبططيها. اني سرحت وفردتها قوي. انت لما تيجي تبططيها ما تفردهاش قوي عشان تعرفي تلفيها، يعني انا بتصرف ولفتها. انت العجينه عشان عجينتنا طريه وحلوه عشان تطلع فطير حلو، انت ما تفردهاش قوي علشان ما تلزقش منك زي ما عملت معايا. تاني حاجه، انت بعد كده بقى اما بنيجي نقطعه وبعد كده بنيجي بقى بنرقق بقى معانا براحتنا. انا شرحت لكم الخطوه ده قبل كده يا جماعه. اما تيجي تعملي طريقه الفطير ديت مش شرط ترققي هنا، لا، هنا لفي عادي واشتغلي عادي ورققي بقى وورقي في الخطوه التانيه اللي احنا بقى هنشتغل فيها وهقول لكم عليها لما نيجي عندها. تمام. لكن هنا انا مش محتاجه منك ان انت ترققي خالص. خلاص. انا هنا بقى اهوت بفردها. شوفوا انا هنا بقى سرحت وفردتها قوي فرقت معايا. اهي بفردها بقى اهيت. انت بس عشان تتلفي معاكي ما تعكسكيش. اه بنفرد كده اهوت. شكرا لكل متابعين وحبايبي اللي بعتلي والدعوات بتاعتكم. ربنا يبارك لكم يا رب، ربنا يبارك لكم. وكل دعوة بتجيلي لكم فيها بالمثل، والله لكم بقول والله لكم فيها بالمثل. ربنا يبارك فيكم ويسعدكم، ما تحرمش منكم على الكلام الكويس والله الحلو والدعاء. شوفوا هنا بصوا اهي، دي كوباية سمنة على زبدة، بالتالي شكلها واضح يعني. بس انا اهي بصوا اهي بخلطها بقى على بعضها. شوفوا هي في الطبق قد ايه والله، وكانت اقل من كوبايه كمان، بس مش عايزه اقول اقل من كوبايه عشان ما حدش يقعد بس اي يتظارف يعني. والله اقل من كوبايه، دي اقل من كوبايه سمنه على زبده. انتوا شايفينها في الطبق شكلها عامل ازاي؟ انتوا اكيد ملاحظين، يعني مش مستنيين ان انا اكلمكم. يعني ما كانتش جايه كوبايه خالص، يعني كانت حوالي كوبايه الا ربع كمان واقل. خلاص. سمنه على زبده اهو بقى. عملتهم في بعض، دمجتهم في بعض عشان السمنه تندمج في الزبده خالص. وبالمعلقه كده اللي هي الاسكفر ديت بوزع بها اهيت اهي. بس خدت مني كميه بسيطه جدا، يعني ما خدتش مني كتير خالص. وفاض منها للتوريق التاني. ورقت بها الفطير لما جيت ابططه. خلاص. انا كده بوزع اهو. ما تخليش حته ما فيهاش علشان يعني ينفخ معاكي ويبقى طالع حلو. هعمل برضو معاكم مرة تانية، هعمل معاكم فطير صغنن
جدا برضو. يعني هعمل معاكم فطير. يعني ممكن نعمل النص كيلو، يطلعوا مثلا معانا ايه، حوالي 12 فطيرة 15 فطيرة بإذن الله. نعمله مع بعض بإذن الله فطير صغير كده حلو، منها هيبقى حلو برضو، يعجبكم إن شاء الله. يعني هنا بقى بلف اهوت المفرش السيليكون بتاعي دوت اتقطع، مش عارفة لقيته مقطوع خالص، فشلت الحتة اللي مقطوعة منه. عارفة ان شاء الله ما اجيب واحد. شوفوا هنا بقى، عشان كمان العجينه بتاعته طريه. انت عايزه تخلي العجينه معاكي جامده شويه ماشي، بس اما بتكون العجينه طريه في اي حاجه بتطلع معاكي نتيجه الحاجه اللي بتعملها حلو. فانت حلك ان انت لما تيجي تفرديها العجينه ما ترققيش زي ما انا رققت كده، خلاص خليها تخينه، وخلي بقى التوريق في المره التانيه. ابصم هي هنا لازقه اهيت، بس انا بس بتصرف معاها، بحاول اسلكها وبلفها هنا. انت عشان بس بيبقى في ناس لسه اول مره بتاع، ما تضايقهمش. انا عاملاها معاكم قبل كده بنفس الطريقه ديت وكانت ملفوفه على طول، بس هنا اتفردت مني شويه زياده عن اللزوم. فبرضو تعرفي ان هي لما تتفرد معاكي زياده عن اللزوم بتلزق منك شويه. هنا بقفل بقى اللفه بتاعتي، انا بقفل عليها حلو. يعني بالبلدي كده بنقرصها كده علشان بس نقفل على على السمنه بتاعتنا. هاجي بقى اقطعها بقى نصين اهوت. بصوا كده قطعتها نصين، وكل واحده هقطعها 4. يعني عملت 8 فطرات، 8 ما شاء الله، وحجمهم جميل وحلو قوي قوي. ان شاء الله ما اجي اعمل لكم الاصغر من كده، ممكن نعملهم 20 واحده باذن الله رب العالمين، بس هيبقى فطير مني صغير. انا ببططها بقى كده شويه. شوفوا العجينه معايا طريه خالص ازاي يا جماعه، طريه جدا. انا بعلم عشان اقطع اهوت. اهو كده اهو، مقطع ده 4 والتانية 4، واحطهم بقى في صينية دهنها زيت، واحطهم في صينية واقوم مدخلاهم التلاجة لمدة ساعة. لو انت مستعجلة بقى مش عايزة تحطهم في التلاجة لمدة ساعة، حطهم في الفريزر 10 دقايق كده. تمام. طب ليه يا شيف؟ عشان احنا في الحر، ولو جيت تبططي الفطير الزبدة السمنة هتخرج منك، الفطيرة تبوظ خلاص. فلازم احطها في التلاجة تتماسك علشان السمنة تمسك في قلبها من جوه، اجي ابططها ما تخرجش. وهتلاحظوا الوقت لما انا هاجي ابطط الفطير، انا هجيب واحده واحده. يعني هجيب من التلاجة واحده واحده. انا هنا معايا 8 اهو، هدهنهم وشهم زيت بقى عشان وشهم لازم يدهن زيت. فهجيب الفطير من التلاجة واحده واحده او اتنين اتنين، مش هجيبه واحطه قدامه كله عشان الحر، الجو الحراره عاليه جدا. فاوريدي السمنه برضه هتخرج منهم، فاسيبها في التلاجة واخد افردها وارجع اللي فردتها ادخلها التلاجة برضه. خلاص كل حاجه هتشوفوها الوقت على الطبيعه يا جماعه. شوفوا انا بقى بدهنها كلها اهيت، ما بخليش حته مش مدهونه، لازم ادهنها كلها. شفتوا كده؟ اه، بالفرشه كده وتدهنوا كله، ما تخليش حته الدقيق باين فيها ولا تخلي حته باينه. تمام كده. هغطيها بقى بالكيس بقى اهيت، وادخلها بقى في التلاجة. ادخلها في، لو انا مش مستعجله احطها في التلاجة ساعه، مستعجله ادخلها في الفريزر كده 10 دقايق. 10 دقايق هتقوم السمنه شده خالص فيها وتقوم ماسكه على طول. شوفوا هنا بقى اهيت، انا خرجتها اهيت من التلاجة نقطة زيت صغيرة، وهبدأ افرد معاكم. شوفوا بقى اهي، شوفوا العجينة بتاعتي طرية جدا. شوفوا انا مش هعمل بالنشابة، هسيبها واشتغل بايديا. العجينتي طرية. إيه يعني هتقولي لي يا شيف طب اعملها شدة شوية، براحتك بقى، بس العجينة لما تكون طرية تطلع لك فطيرة حلوة. يعني ما تعملي العجينة ناشفة. طبعا في الافران ما بيعملوش طرية زي ما انا عاملاها كده، لا ده بيعملوا العجينة ناشفة وبيفردوا بالمنشبة وبتبقى العجينة ناشفة عن كده خالص. بس انا مش عايزة اعملها ناشفة. تمام. عشان كده لما جيت الفها الرول وسرحت في فردها لزقت مني. تمام. فانا دايما بحب العجينه تكون طريه. انا فردت بقى هنا اهيت، بدينا بقى حته سمنه صغيره على زبده، دي اللي فاضله مني اهي. تمام. بقفل بقى اهيت، شايفين؟ خدت مني كذا قفله طبقات اهيت. اخدها بقى احطها في التلاجة المكان اللي انا شلتها منه قبل ما افردها، واجيب غيرها. يعني هتحطها يا شوف في التلاجة بعد ما انت عملتها كده، احطها في التلاجة اهي.
هدخلها احطها في الصينيه في التلاجة. شوفوا الهواء اللي فيها، لان الحراره جامده، الجو حر يا جماعه، عشان العجينه يعني ما تسيحش معانا. بصوا بدل نقطه زيت كده صغيره، وبايديا اهو، ولا منشبه ولا اي حاجه، بايدي بيتفرد على طول. انا اصلا بصوا لابسه الخمار عشان التصوير، طبعا لابسه هدوم بنص كم، ولابسه الخمار. مش قادره اقول لكم، حاسه ان الخمار إيه، خانقني من شديه الحر. مش مستحملاه والله، مش مستحملاه خالص. انا بفرد بقى، شوفوا بتتفرد معايا فرده حلو ازاي. شوفوا مفروضه معايا ما شاء الله كبيره جدا. حته سمنه صغيره كده، واحطها برضو كده كده افردها اهيت، توزعها كده توزيع حلو كده في كلها برضو، وتقوم برضو ايه قافله نفس القفله، ومكوراها برضو. بصوا ايه، صراحه طالع جميل جميل جدا يا جماعه، حلو قوي 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 بصراحه. إيه، ناس كتير بتحب فطار الافران، يعني بيحبوه. بصوا بقى انا جايبه هنا اتنين. إيه، بيحبوا فطار الافران، بس فطار الافران عامه يا جماعه يعني هو مش صحي. مش صحي عشان بس الزبده اللي بتتحط في قلبه، بس هو بس مبقاش صحي في الحته دي، الزبده اللي بتحط في قلبه. ولو جيتي سبتيه بس كده للصبح ولا حاجه، تلاقيه جرمت كده في بعضه ونشف كده ومش حلو. اما ده لا، انت ده عامله مثلا بالسمنه اللي انت عارفاها والزبده وبيفضل معاكم للصبح، ما بيشدش ولا بيجرمس في بعض ولا اي حاجه. ف وغالي كمان، الفاتوره بقد كده دلوقتي، انت بتعمليه ما شاء الله باقل تكلفه. يعني لو جيتي تحسبي الحسبه بتاعتك حوالي 35 جنيه، قول 40 جنيه، هتعملي 8 فطيرات. اقفل اهوت. حبيبتي اللي سالتنا على تقفيله الفطير، اي تقفيله الفطيره يا حبيبتي سهله جدا جدا، ما فيش فيها اي صعوبه. اي بصوا التقفيله سهله جدا جدا. هعمل كمان ديت معاكم اهيت. انا بس يعني ما شاء الله، ولا والله لو 100 فطيره هتعملوهم في لحظه وانتوا واقفين. العجينة عشان معانا طرية وحلوة، بتتفرد على طول، مش محتاجة مني منشبة. عارفين لو كانت العجينة شديدة وكانت ناشفة، رغم ان انا اشوفه فردة على دقيق، كان زمانها ما اتبططش بايديا كده. هنا بقى يا جماعة ترققي، هنا ترققي ترققي، خلي بالكم بقى من النقطة دي بقى. شوفوا انا بقول لكم في لف الرول ما عادي ما ترققيه، هنا بقى لازم ترققي علشان الفطيرة ما تطلعش معاكي التوريق بتاعها تخين، لا تطلع الورقات بتاعتها شفافة كده كريستال. بص حبيبتي اللي بتسأل على التقفيل اهو، تقفيل الفطيرة سهلة، مفيش في أي حاجة. اهوت كده بقفلها كرة اهيت. هاخدهم بقى اروح احطهم في التلاجة واجيب اتنين غيرهم. تمام، عشان برضه لما تيجي تبططيها تبقى ايه حلوة ومريحة. دلوقتي الجو يحتاج ان الفطير يتحط في التلاجة اهو. هنا تقريبا ده اخر واحدة اهيت. انا عملت بقى الباقي وده اخر واحدة انا برضه بوريها لكم اهيت. هتقفلها كده اهي، سرة كده زي الكرة، زي السرة كده اهي. واحطهم في التلاجة، اسيبهم بقى لمدة نص ساعة بقى. قبل ما ابططهم هسيبهم نص ساعة، لان كده مش هينفع يتبطط على طول. كده حطيتهم في الصينية اللي انا كنت مقطعة فيها، شوفوا حطيتهم في التلاجة لمدة نص ساعة. نص بقى ساعة، ساعة براحتك بقى. ما لو انت مش مستعجلة ما تقلقيش. ده انت كده في الصينية حتة برضو من الزبدة اللي فاضلة معايا اهيت بالسمنة. ما تستعجليش بقى، انت طالما عملتهم كده سيبيهم. والله ممكن لو انت عملتهم، لو عملتهم كده يا شيف وسبتهم لبكره تاني يوم، الصبح اما اقوم من النوم اخبزهم عادي، عادي. بس اهم حاجه تكوني دهنه وشهم زيت ومغطياهم بالكيس، مش مبينه منهم اي حاجه، اي عجين. خلاص. رصص بقى كده. الصينيه ديت معايا مقاس 60 كبيره. هبطط بقى واشوف ايه الوضع ايه، احط تاني فيها ولا لا. شوفوا، ما هي رغم انها في التلاجة وبتتبطط معايا على طول اهي. حبيبتي اللي بتقول لي السمنه بتجرمز والزبده بتجرمز، طب ما هو الحاجه والله في التلاجة انا مخرجاها كده من التلاجة اهيت، يمكن حوالي ساعه الا ربع، بعد ساعه الا ربع.
بعد ما خلصت بقى اللي ورايا وكده وجيت بقى بططهم عشان ادخلهم الفرن اهو. شايفين؟ وعادي بتتبطط معايا على طول اهي، مفيش لا سمنه ماسكه ولا زبده ماسكه. ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين في فيديوهات حلوه ان شاء الله هتنزل لكم. فيديو الجاتوه ما عملش مشاهدات حلوه خالص يا جماعه، انا زعلانه عشان اللي هو جاتوه الصاج اللي انا عملته لكم قبل الفيديو اللي هينزل ده. ما عملش مشاهدات حلوه خالص، مع ان فيديو جميل جدا وبصراحه يعني حلو ممتع يعني مش مكلف، بس ما عملش مشاهدات خالص. بصوا بقى انا بطلت اهوت، بظبط ايدي كده وبفردها. ان شاء الله انزل لكم بحاجات حلوه باذن الله رب العالمين، ان شاء الله يا رب باذن الله. ومعانا حاجات حلوه ان شاء الله عشان ربنا يديكم ويدينا العمر باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، العيد جاي ان شاء الله ربنا يسهل ونعمل شويه حاجات برضو حلوين. بس يا رب يا رب احنا كده يقبل دعواتنا كده، الجو يتحسن يا رب، الجو يتحسن بس شويه، لان الجو صعب جدا. انا بحط الصينيه عليها لان الصينيه بتعاكس يعني. الجو صعب جدا، مش مساعد انك تقفي في المطبخ تعملي حاجه. وبقف في المطبخ بقى من شدة الحر بقى، وكل شوية اشرب مية. شرب المية قفل نفسي عن الاكل خالص يعني. يعني شوفوا انا امتى بالليل مفيش، هو كل اللي اكلته شربت كوبايه شاي الصبح وشربتها كده من غير اكل. وحته فطيره باول اكل كان حته فطيره صغيره ام عسل اللي انا كنت بدوقها في الفيديو. اكتر من كده والله ما اكلت اي حاجه من شرب الماء اللي بشربه. بصوا انا بقى فيا رب الجو يتحسن كده عشان نقدر نعمل الوصفات بتاعتنا اللي احنا هنعملها ان شاء الله. بصوا فردته بقى في الصينيه، شوفوا الجمال، جميل جميل. بصوا بقى هنا بقى فاضل معايا واحده عشان أنا عامله 8، دول 7 لسه فاضل معايا واحده. انا هسيبهم بقى كده ربع ساعه خلاص. وبعد ربع ساعه بقى هقوم مولعه الفرن بسيبه يعني حوالي 10 دقايق كده 12 دقيقه يسخن، يسخن خالص عشان لما الفطير يخش يبقى على طول. فانت سبت الفطير ربع ساعة، وسبت كمان 10 دقايق 12 دقيقة كمان ولعت الفرن، بيكون ريح بقى. مش ان انا بطط الفطير وادخله الفرن على طول يا جماعة، لا. انت لما تبططي فطير صغير فطير كبير اي فطير تبططيه لازم بعد ما تبططيه تسيبيه يريح، ده اهم حاجة. بتيجي تدخليه بعد ما تبططيه تلاقي الفطيرة نورة كده وتلاقيها حلوة. شوفوا هنا بسم الله ما شاء الله زي البقلاوة والله. انا هقرب لكم الكاميرا الوقت وهتشوفوه عشان هو لو انتم ملاحظين الكاميرا بعيدة عنه خالص عشان الصينية كبيرة، فانا من بعد الكاميرا بعيد خالص عشان الصينية، لان الصينية كبيرة عايزة مساعدة. انا قربتكم اهو، شوفوا الجمال. لسه بقى في واحدة انا بططتها بقى وهدخلها الفرن لسه اللي هي السبعة، لان الصينية ما خدتش الا 6. شوفوا الجمال، جربوا يا جماعه باذن الله يعجبكم والله وعلى ضمانتي. ماده دهنيه قليله جدا، بقول لكم كوبايه الا ربع واقل كمان سمنه على زبده خلاص. وتدعكهم في بعض قوي قوي كده بالمعلقه ديت اهيت، دي السبعه. تدعكهم في بعض قوي قوي كده بالمعلقه، هيعملوا لك وهيفيد منهم كمان لدهن الصينيه وتوريق اما بتعملي. وما شاء الله ما شاء الله تحفه يعني. بصوا طالع مش قادره اقول لكم والله العظيم جماله، مش قادره اقول لكم يعني، مش قادره اقول لكم على الجمال بتاعه. لو انت حابه تحشيه يا جماعه احشي بعد ما تفردي القطعه ما تخرج من التلاجة احشيها، وقوم قافله عليها سره زي ما انا قفلت وبططها بقى كده. لو عايزه تحشيه جبنه تمام هيطلع معاكي حلو برضو. ان شاء الله في كذا فيديو برضو هعمل لكم باذن الله، وهعمل معاكم ان شاء الله بحشوه الجبنه والحاجات دي، واقول لحبايبي اللي عايزين بالعجوه وعايزين باللحمه. بس بصوا انا بصراحه انا ما بحبش الفطير بحشوه اللحمه ولا حاجه، بحب الفطير كده بساده. انت ممكن دي تحط عليه لبن وعسل ابيض لو انت حابه برضو، تحط الفطيره كده وتكب عليها نص كوبايه لبن وشوفوا الجمال وحبه عسل ابيض. ممكن تحط تحشيها فول وزبيب وتطلعها برضو ترش عليها سكر بودره وتحط عليها عسل ابيض. كنت تحشيها جبن. بصوا لو انت بقى عايزاه طري، لو انت عايزاه طري خالص غطيه بكيس. شوفوا عامل ازاي في منتهى الجمال باذن الله والله تتبسطوا من الطريقه، وطريقه سهله ما هيش صعبه. لو انت عايزاه بقى طري غطيه بكيس تمام. هو طري وناشف يعني، هو من وشه مخرفش وحلو زي البقلاوه كده، ومن جوه طري. انت بقى لو عايزاه طري خالص حطه على بعضه
بصوا اهو، حطه على بعضه او غطيه بكيس. تمام، اوريكي اهو. لو عايزه طري خالص قوم مغطيه كده بكيس، او حطه على بعضه كله، واحده فوق واحده فوق واحده. ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم ونال رضاكم ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله استنوا مني كل جديد، فيديوهات جايه جديده ان شاء الله. بس يا رب الجو يتحسن، بس لان الجو عمل هبوط جامد جامد، فالواحد مش قادر يقف في المطبخ بصراحه. يعني النهارده اعتبر بقالي 3 ايام ما نزلتش فيديوهات، ده تالت يوم. كل ما اجي اخش المطبخ اصور الاقي نفسي مش قادره استحمل الجو الحراره، فاقوم خارجه ما اصورش. مع كمان بقى لو انت حابه تولعي الفرن، طبعا انت طب بتعملي قناه طبخ لازم بتولعي فرن، بتولعي بوتاجاز لازم. يلا سيبكم في رعايه الله، ما تنسوش اللايك يا جماعه والمشاركه. سلام عليكم.